احنا في البلد اهي، شايفين البلد اهي، معانا ناس. ازيك يا استاذي؟ البلد دي اسمها بلد ايه؟ يحطوا له الحيوان. كفر الوسية. سموها ليه كفر الوسية؟ هنعمل ايه؟ مفيش ثلاث عزب حكم مسلمه. المشكله في كده كفر الوسية ديت بلد بدائية. احنا شفنا الناس الفران القديمة والناس واحنا جايين على الطريق مفيش خدمات. الفران البلدي اهوت، الناس تشوي وتخبز وكله في الفران البلدي، والكهرباء عندهم ضعيفة، مفيش أجهزة كهربائية ان هم يعيشوا ويعتمدوا عليه. الأستاذ اللي في البلد اللي قبلكم قال ان انتم طالبين محول، والمحول فعلا احنا النهارده بننادي ان يجولكم محول، وان البلد برضو تاخد دورها، وان في 4 مزارع في نفس الطريق. ال4 مزارع دول هم اللي بيسحبوا الكهرباء كلها، والكهرباء دايما متقطعه من عندكم، والعواميد متهالكه. انا عندي فريزر، والله انا غلبانه على الله، اقسم بالله اني رميتها، والله انا بدعي ربنا رميتها. يعني الكهرباء بتقطع كم باليوميه؟ قبل بتقطع وما بتجيش خالص، والحل حاول يولع، والراجل ده اهو لله يعني بيجري لله، يعني الساعه واحده بلا تلاقيه بيجري. واحنا برضو يا حاجه احنا مهتمين بيكم، احنا التلفزيون المصري جايين نقدم لكم الخدمات اللي انتوا عايزينها. احنا شفنا ان البلد ما فيهاش مجاري، لا ما فيهاش، يعني الصرف الصحي معدوم، وعندكم كهرباء تقريبا نصها معدوم ونصها مش معدوم. انت قلت الفريزر، بحلف ان الفريزر بتاعي باظ، وانا رميتها والله والقران بتاع ربنا انا رميتها. امال بتعملوا ايه؟ امال لما بتعملوا اي حاجه ما بتحبوا تشربوا شويه ميه ساقعين ولا حاجه؟ هنعمل اي حاجه، هنعمل ايه غلابه، احنا حالنا بحال الولد، ربنا هو بالنهار بس. احنا شايفين البلد بلد بدائيه، حتى الاطفال جايين كانت بتخبي وشها من الكاميرا جت تصور وتسجل. اسمك ايه؟ عايزه بلدكم تبقى ايه يا رجين؟ عايزاها جميل، عايزه لسه صغيره، عايزاها بلدنا جميل. اما تحبي بتلعبي فين؟ مفيش حاجه عندكم غير الشارع؟ طب اما بيبقى في فرح يعني ان اهل البلد عايزين تفرح وتتبسط بيعملوا ايه؟ برضه في الشارع؟ احنا شايفين اهوت الشوارع ضيقه، المواصلات المتاحه عندهم يا اما التوك توك يا اما العربيه بالحمار يا اما العجل، صح؟ الست قالت ان هي جابت فريزر وان هي بتشتغل في الغيطان رغم سنها كبر ده وبهدلتها اهي، بتشتغل في الغيطان عشان تجيب يوميه، فاكيد حوشت حق الفريزر دي في سنين، ويوم ما جابته وفرحت وبقى عندها فريزر حطت الحاجه لقيتها بتخسر. يا عضو مجلس الشعب يا طيب يا اصيل، بلدك ازاي تسيبها من غير تفكير، وازاي تبقى عارف ان الناس محتاجاك وعنها بعيد، تروح تقعد في مصر وتشغل نفسك وتبعد عن الناس الطيبين. ده بلدك بلد أصالة والناس مصريين يا حاجة، مصريين. وبينه وبينك هو اللي جرى علينا جرى معايا في موضوع خط المياه الجديد اللي اشتغلنا فيه ده. يعني انتوا تقريبا جاي لكم ميه جديد؟ بس لسه ما كملش، وهو وعدني ان هو يكمل. استاذ محمد الشريف. طب هو قال حلم حلو عن عضو مجلس المدير الوقت اهو بالله القران العصر حنفيتي ما فاهمه واللي جاي الميه ضعيفه، هو وعدنا ان هو يكملها، عمل طلب. احنا في بلد معدومة الخدمات، انت عايزه ايه في بلدك ونفسك بلدك يبقى فيها خدمات ايه؟ عاوزين مستشفى، عاوزين طريق الناس اللي هنا تعبانه وما فيش مواصلات ولا في اي حاجه هنا. تعبان يا ست المدير، تعبان والنبي يموت هناك. شوفي ان ما كانش واحد عنده عربيه وعيط قدامه، المريض بيموت يا في اول البلد قالوا ان المجاري عمقها 1.5 متر، وان طلعوا عيال فعلا ميته ميته من المجاري. واحنا شفنا البلد دي يعني. الاستاذ اسمك ايه؟ حماده جابنا وياه وما اكتفاش ان هو بلده وخلاص، لا قال
بلدي والبلاد اللي ورايا، عشان احنا كلنا حاسين ببعض وان الضغط علينا كلنا واحد. الاستاذ في مدرسه، الاستاذ محمد عوض قال ان المدرسه المدرسين بيرفضوا يجوا يدرسوا فيها لان ما فيش مكان يروح فيه ومشوار بعيد. يعني طالبه زي دي في المدرسه بدل ما تروح وتحصل علم بتحصل هوا وتبقى عايزه تروح تلعب، والمخزون بتاعها مره ورا مره هتلاقي ان دماغها ما فيهوش علم. طب احنا بندافع الوقت ان ولادنا تتعلم وتحصل تعليم عالي عشان تخدم بلدها ويبقوا النماذج اللي هيبقى منها وزيره ومحافظه ومديره، ولا هنطلعهم ستات بيوت زي الاستاذه اللي قابلتني في اول الطريق معاها دبلوم تجاره وجوزها دبلوم تجاره وبتشتغل في الغيط. ازاي تاخد الشهاده وتقعد بقى في الغيط؟ الناس كلها تشوفها من التعب والارهاق تحس ان معهمش شهادات. اهي دي مصر المحروسه، بصوا لها بعينها تبقى عروسه والناس تقف جنبيها وتحييها والكلمه فيها تبقى فرحه. عايزين الناس دي زي ما احنا بنفرح وبنجري وبنلعب عايزينها تفرح وتاخدوا يوم من ايامهم. اهل البلد هيتجمعوا ونشوف بلادنا وبلاد بلادنا ازاي محرومه من خدمات. ليه وانا في ايدي سلف للطريق ليهم يروحوا وييجوا عليه. ما هم انا بقول سفل الطريق واعمل لهم الميه وبدل ما الست دي عملوا ردم 100 متر وسابوها من ايام مشروع شروق. احنا عايزين الطريق اللي هم بيردموه عشان الاسفلت ده عايزينه يتحيى تاني، والست اللي الفرازر بتاعها اتعمل عشان الكهرباء بنطالب بمحول سعته عاليه وجودته عاليه بدل العواميد العشوائيه اللي المتهالكه اللي بقى لها سنين. الناس دي ساعة ما بيحصل شرار بيبقوا يطلبوا ويخافوا او شوية هوا توقع سلك بيحسوا ان اولادهم في خطر وان هم في غير امن وامان. احنا من خلال تقرير حي من خلال بلد الست هاني كفر الوسية او هاني